متابعيني الحلوين وفراشات المبدعات، يا رب دايما تبقوا بخير. حابة أبدأ الفيديو بتاعي بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أتمنى الناس الجديدة اللي أول مرة تزور قناتي يلا انزلوا اشتركوا على القناة، وبسرعة فعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد فيديوهاتي. وبسرعة بقى اشتركوا على الفيس وعلى الانستجرام باسم أعمال يدوية وأفكار. إن شاء الله الفيديو بتاع النهارده هيكون سهل وبسيط زي كل مرة. الكلمة المميزة بتاعتنا طبعًا بقى بسرعة قبل ما نبدأ الفيديو يالّا لايك، أهم حاجة اللايك عشان تدعموا الفيديو يوصل لكل المتابعين، لأن للأسف اليوتيوب ما بقاش يوصّل الفيديوهات للمتابعين بتوعنا. زي ما أنتم شايفين الفيديو بتاع النهارده بسيط جدًا. أول حاجة هنستخدمها الحلية اللي أنتم شايفينها دي، أنا باجيبها من محلات بتاعة مستلزمات الكهربا، ما هياش غالية على فكرة، بتبقى ب10 جنيه أو حاجة يمكن أقل شوية، بس أنا مش فاكرة بصراحة لإني كنت مشترية منها كمية، فمش فاكرة السعر حاليًا دلوقتي قد إيه. بدأت أجيبها وبدأت أجيب معايا برطمان زجاجي زي ما أنتم شايفين، والعلبة دي علبة من الشوكولاتة بتاعة الشوكولاتات اللي بتبقى موجودة، وأنا استخدمت منها معاكم واحدة قريب خالص في الفيديو تقريبًا اللي فات أو اللي قبله. بدأت أجيب الألوان معايا، أي نوع ألوان بقى أنتِ محتاجاه، بدأت أجيب الأبيض والأحمر، أخدت طبعًا هاطلّع لون بينك فاتح كده شوية، درجات البينكات التركي اللي إحنا بدأنا نستخدمها. طبعًا جِبت الأسفنجة معايا وبدأت إن أنا أوزّع اللون زي ما أنتم شايفين كده، سواء على البرطمان أو على الجزء الباغة دي نوعها باغة مش إزاز ولا حاجة. الجزء الباغة ده هابدأ برضه أوزّع عليه الألوان، برضه هاعمل الجزء اللي تحت ده بحيث إن أنا داري ما يبقاش شفاف وده اللي أنا محتاجاه. طبعًا بتستخدمي أي نوع من الألوان سواء جواش أو زيت أو بلاستيك أي نوع المتاح عندِك. بدأت أجيب بقى أعمل إيه، لإن الجزء ده عندي مكسور من العلبة، فهابدأ إن أنا أداريه من بالإسترس الملون اللي أنتم شايفينه ده. اختاري بقى أي طبقة تعجبِك علشان تدّي شكل ظريف. هابدأ أجيبه وأبدأ ألزقه على الإطار الخارجي بتاع العلبة بتاعتي، بحيث أداري الأجزاء المكسورة ديّة، تمام كده. طبعًا كده اكتمل خلاص. أنتِ بتحتاجي بقى أي لون أنتِ محتاجاه من الإسترس أو أي شكل تاني عندِك تبدئي تحطيه. طبعًا الجزء ده اللي أنا باشاور عليه ده جزء يعني بهت من اللون كده يعني اتخربش، فأنا هاعيده تاني من باللون يعني. تمام، دي الحلية بدأت أفصل. طبعًا هو عبارة عن قطعتين أنا فصلتهم عن بعض خالص، ده شكله ظريف جدًا لوحده الجزء اللي أنتم شايفينه ده. هابدأ بقى أثبّته كويس جدًا بالشمع بتاعي. هاثبّت القطعة البرطمان الزجاجي الأول، وبعد كده هاثبّته على العلبة بتاعتي. زي ما أنتم شايفين أنا باحاول أضبّط المقاسات بحيث تكون مضبوطة. بعد كده بقى هابدأ بس فاضل الجزء الصغير اللي تحت بتاع ما بين البرطمان والحلية. بدأت أجيب استراس دهبي بحيث برضه أوضّح إن هي قطعة واحدة، وأبدأ إن أنا أضبّطها معاها تمام. وشكل خرافي أعمله منظم بقى زي ما أنا محتاجة، سواء على التسريحة، سواء شوكولاتة، سواء بقى أي حاجة أنتِ محتاجاها. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى الناس الجديدة اللي أول مرة تزور قناتي يلا بسرعة اعملوا اشتراك على القناة، متنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد فيديوهاتي، وطبعا لايك وشير للفيديو ده أهم حاجة عشان تدعموا الفيديوهات بتاعتنا. وانتظروا فيديوهاتي دايما الساعة 10 و11 مساء بتوقيت مصر. شكرا ليك. ده سهل وبسيط وإن شاء الله يعجبكم. هنعمل النهارده منظم ظريف جدا ممكن نستخدمه في أي حاجة في البيت. بس طبعا بسرعة بنبدأ الفيديو بتاعي يلا لايك للفيديو، وطبعا ما تنسوش التعليقات عشان تحفزونا للفيديو والفيديو بتاعنا يوصل لمحركات البحث بسهولة. النهارده أنا جايبة الخامات بتاعتي زي ما انتم شايفين. هتجيبي أي نوع من القماش بس هنجيب اللون الأخضر. بس أنا جايبة هنا معايا قماش الجوخ. ممكن تستخدمي فوم، أي فوم برضه. هنبدأ نرسم الرسمة بتاعتنا. هناخد شكل بيضاوي مش شكل مدور، لأن دي الراس بتاعة الضفدع. هنرسم شكل ضفدع كده زي ما انتم شايفينه في الصورة الخارجية. هنبدأ ناخد الشكل كده اللي انتم شايفينه ده هنعمله دوران يعني بيضاوي. وبعد كده هناخد برضه 2 بيضاوي، يعني هناخد 2 شكل مدور تاني غير الجزئية دي. تمام. هنبدأ ناخد إيه تاني، هنبدأ نرسم الشكل بتاعة اليد بتاعتنا. لإن هيبقى فيها رسومات شوية يعني هي مش كتيرة يعني بس حاجات بسيطة كده هنرسمها المرة دي. طبعًا الطريقة سهلة خالص. أنتِ لو كان صعب عليكِ إن أنتِ تنفذي الشكل ده، حطي صوابع يعني كَفّة الإيد وابدئي ارسمي عليها، يعني كَفّة الإيد بتاعتِك وارسميها بدل ما أنا بارسمها كده. طبعًا هي هتبقى صغيرة كده فأنا هابدأ أطوّلها شوية لإني محتاجة المساحة تبقى كبيرة. و وبعدين بقى هاقصّها أعملها ده زي الباترون بتاعي اللي هابدأ أستخدمه. تمام. هالغي طبعًا الأجزاء اللي أنا قُلت لكم عليها اللي أنتم شايفينها ديّة. بعد كده بقى هابدأ برضه آخد الشكل بتاع الرجل بتاعة الضفدع. هناخد برضه جزء صغير خالص منها كده زي الإيد بالضبط، بس هتبقى
يعني يعني هتبقى 3 صوابع بس بدل ما عملت 4، وهتبقى 2 قريبين وواحد منفصل زي ما انتم شايفين كده. تمام. بعد كده خلي بالكم ديت الحاجات دي هقصها، عايزه اكبرها او اصغرها على حسب المساحه بتاعتي اللي انا هشتغل زي ما انتم شايفين كده. انا قصيت الاجزاء يعني اللي انا هستخدمها دي. طبعا انا استخدمت شكل دوران، بس انا قصيته على الورق على القماش على طول. اخدت واحد واخدت نص من التاني، بحيث ان انا ده هيبقى المنظم بتاعي، اقدر زي الجيب اللي انا هستخدمه معايا. تمام. وديت اليد طبعا. بعد كده هبدأ بقى اثبت كل الاجزاء دي مع بعض. هبدأ اخد النص ده، هبدأ استخدم عليه الشمع بتاعي. وطبعا لايك للفيديو واحنا شغالين بسرعة، عشان الفيديو يوصل بسرعة لمحركات البحث وناس كتير تشوف. بعد كده هثبته بالراحة جدا على القماش الجوخ. وطبعا انا قلت ممكن ابدل القماش ده بالفوم. تمام. بحيث ان ده لو ده مش متاح، ولو برضو كده ممكن استخدم اي برضو قماش عندي، ممكن غير الجوخ يعني. بس هو الجوخ ميزته بان هو بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني بيبقى واقف شوية، بيبقى سهل عليا الشغل. بعد كده طبعا هو الضفدع مخبوط خبطة جامدة ف- فالراس مميلة وبتاع وكده زي ما انتوا شايفين في الصورة. فهنبدأ ان احنا نميل الراس، وهتبقى ايوه زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ احط الايد فوق الراس، لان هو متشعلق من الايد. تمام كده. وطبعا ديت عصاية بلاستيك عندي، او ممكن نستخدم اي حاجة بقى، اي عصاية خشبية. على فكرة ديت من الشماعة كانت انكسرت، وانا ما رميتش طبعا الجزء ده، لان دايما بستخدم الحاجات. فانا استخدمته، جت يعني الاستخدام بتاعها واستخدمت. بعد كده بثبت بقى الاجزاء بتاعتي زي ما انتوا شايفين بالظبط. آم، بعد كده هجيب الرجل بتاعتي اللي انا قصيتها برضو. طبعا انا بقول الاحجام دي زي ما انتوا عاوزين، المساحه بتاعت عايزين مساحه كبيره مساحه صغيره. على فكره ممكن نعملها للمطبخ ونحط فيها اكياس، ولو احنا ثبتناها كويس قوي وخيطناها نعملها كيس نحط. بس مساحه كبيره جدا بقى، هنحط كيس للهدوم نحطها فيه. بعد كده بقى هبدأ ارسم الرسمه بتاعت العين، لان العين هيكون لها رسمه يعني بيضاوية كده معينة، وواحدة عين يعني عين كبيرة وعين صغيرة شوية. طبعا دي على فكرة العين دي أنا عملتها بالفوم، لأن ما كانش عندي من الجوخ اللون الأبيض. فبدأت أجيب الفوم وبدأت أشتغل بيه. ده فوم جليتور كمان، يعني مدي لمعة، مش عارفة واضح لكم ولا لأ. بعد كده بقى هتطلع طبعا فوق شوية، وبعدين برضو ايه عملت أجزاء من العين، بنكمل باقي العين بقى لون الأسود. هنعمل جزئين، وبعد كده برضو هنعمل النني الأبيض من جوه. بسرعة لايك للفيديو طبعا. بعد كده بقى هو كده. هنبدأ بقى نعمل ايه. هنجيب معانا القلم اللي في الماستر، او اي قلم عندنا اسود. وهنبدأ نحدد بس شكل قوس صغير كده والنقطتين دولت. وبعدين هنبدأ نجيب قصة شكل قلب صغنن خالص، احطه في الجوانب بتاعة البق بتاعه. وبعد كده طبعا للأسف هنخرج اللسان لأن هو زي ما احنا بنقول هو مضروب ضربة جامدة يعني. فهنبدأ إن إحنا نعمل زي ما انتم شايفين كده. آمم، بعد كده نجيب قلم الcorrection ده أو قلم التصحيح، وهنبدأ نعمل بيه نقط. الأبيض ده هنبدأ نعمل بيه النقط بقى زي ما انتم شايفين. عندي أبيض في الماستر، عندي دوكو، عندي أي لون أبيض هابدأ أعمله زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى باثبت الخيط بتاعي. لو أنا عشان العصاية الصغيرة دي العصاية بتاعتي كانت صغيرة، فما كانش في مساحة إن أنا أعمل الوردات اللي في الجوانب برّه. علشان تبان يعني. طبعًا فيديو سهل وبسيط، أتمنى إن هو يعجبكم. وأتمنى الناس الجديدة اللي أول مرّة تزور قناتي بسرعة اشتراك على القناة أو سبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس بسرعة للفيديو عشان تدعموا الفيديو يوصل لكل المتابعين. أنا جايبة لكم فكرتين النهارده. أول فكرة زي ما أنتم شايفين كده، الرول دوّة متاح عندنا خالص كتير. بيبقى رول مناديل، أو مثلًا بتاع الفويل، المهم يكون طري ما يكونش ناشف. هابدأ أعمله زي ما أنتم شايفين كده بالضبط، وأضغط عليه بحيث يدّيني مضغوط زي ما أنتم شايفين كده. وبعدين بالمقص طبعًا عشان هو طري وسهل هيبدأ يتقص معايا بطريقة بسيطة. هاعمل منه مقاسات متساوية زي ما أنتم شايفين. كده أنا بدأت قصيت الكمية أو المساحة اللي أنا محتاجاها، وهتعرفوا دلوقتي على أي أساس أنا قصيت المساحة ديّة. الخطوة اللي بعد كده بقى هابدأ أدهن اللون ده عشان أداري اللون الأبيض.
سواء بقى spray أو ألوان، أي نوع من الألوان عندِك، أو أنا أعمله بطريقة تانية بقى، أعمله بالغيتر. طبعًا أنا عندي الجليتر أنا كنت باجيبه بالكيلو كده، فعندي منه كميات، مش باجيبه في أزايز صغيرة طبعًا بتبقى موجودة في المكتبات على قد المساحة اللي محتاجاها، بس أنا باجيب منه مساحات كبيرة. بعد كده بقى أنا بافضّل دايمًا إن أنا عشان الجليتر بيبهدل الدنيا بشكل غير طبيعي، بابدأ إن أنا أحطه جوّه الكيس وأبدأ إن أنا أعمله زي ما أنتم شايفين كده. الدنيا وطبعًا يعني في الكيس جوّه كده بيبدأ ياخد شكل الإيه، يعني بيمتص كل اللون، يعني بيمتص الغِرَا كل الجليتر اللي موجود، تمام. بعد كده طبعًا أنا هاسيبه يعني شوية ينشف، بعد كده بقى هاجيب معايا كتير أوي عندنا علب الشيبسي والبلاستيك أو علب الصلصة أو أي حاجة أنا عايزة طبعًا محتاجة الجزء المعدني اللي فوق، بعد كده هاجيب برضه أي قطعة قماش عندِك متبقية وهابدأ إن أنا أثبّتها أو أداري بيها، أعملها كغلاف للعلبة بتاعتي، زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. الخطوة اللي بعد كده بقى ودي اللي هتعرفوا عن طريقها أنا عملت المساحة على أي أساس الكرتون بتاعي، دي طبعًا هاستخدمها زي شمعدان كده شكله ظريف وبسيط خالص من خامات طبعًا هنرميها زي ما أنتم شايفين. بدأت أجيب مساحة الشمعة بتاعتي وهابدأ أعمل الإطار زي ما أنتم شايفين كده. هابدأ أفُك الدورانات دي طبعًا هتكون لازقة من بعضها شوية عشان الغِرا، هابدأ إن أنا ألزقها وأفُكّها عن بعض. طبعًا أنا هابدأ أجيب مسدس الشمع ده هيبقى أحسن حاجة إن أنا ألزق الجزء ده زي ما أنتم شايفين، وهابدأ أثبّته كويس، وأبدأ بقى أفُك الفواصل زي ما إحنا اتفقنا، على أساس إن هي بتبقى متماسكة شوية من الغِرا. على جمالها تحفة جميلة جدًا، جدًا ومن خامات بسيطة وهتترمي. طبعًا عرّفوني في التعليقات بقى وعرّفوني إذا كانت عجبتكم والّا لأ، وما تنسونيش في اللايك والشير، ويالّا طبعًا الفكرة اللي بعدها. توقفوا الفيديو دقيقتين وتعملوا لايك للفيديو عشان الفكرة إن شاء الله تعجبكم. أول حاجة أنا هاجيب معايا أي كاسة عندِك في البيت، يعني أنتِ مثلًا عندِك كاسة كبيرة، كاسة مُهلَكة، صغيرة، أيًا كان على فكرة ممكن تمشي على أي كاسة عندنا، بس طبعًا الكاسة دي كبيرة شوية. الCD قديم كتير خالص بيبقى عندنا في البيت، والصراصة زمان باجيبه من محلات الكُلَف والخيوط، عشان باتسأل عليها كتير برضه. دي باجيبها بالمتر الصف ده كلّه كده على بعضه، يعني بالعرض كده. تمام، باقص منه بقى المساحات اللي أنا محتاجاها. أنا على الشكل بتاعي ده هابدأ آخد 3 صفوف وأقص بقى إيه لحد اللي محتاجاها، تمام. بابدأ أعمل شرايح كذا شريحة من الشكل اللي قدامي ده زي ما أنتم شايفين كده، وأبدأ أثبتها على الكاسة بتاعتي بمساحات متساوية. عاوزة بقى تقيسيها بالضبط بتجيبي المازورة بتاعتِك أو مسطرة أو أي أداة قياس عندِك تبدأي تقيسي بيها براحتك. عاوزة تقيسي زي ما أنا باقعد أقيس بالسهل اللي هي أحط صوابع إيدي كده وأبدأ إن أنا أقيس عليها برضه ديّة بتبقى أسهل طريقة ليّا، وأبدأ أعمل بقى زي ما أنتم شايفين مساحات متساوية ليها. بعد كده تقريبًا الشكل اكتمل معايا، عملت الأجزاء كلّها بطريقة متساوية تقريبًا إن شاء الله تكون يعني مضبوطة. بعد كده هاجيب بقى إيه، يعني أحاول بقى أداري أعمل الفواصل اللي باينة من فوق ومن الجزء من فوق الكاسة ومن تحت اليد بتاعتها. جِبت برضه 4 لأ 4 صفوف معلش من الشكل بتاعي، وبدأت أقفّل الكاسة من فوق علشان تداري الحظوظ بتاعتي دي وتكون الشغل إيه، مضبوط زي ما إحنا متفقين كل مرّة. بنحب الشغل بتاعنا يكون الغلطات بتاعته بسيطة يعني. بعد كده تقريبًا الشكل اكتمل من فوق، هابدأ أجيب داريش بقى. بُص، هو ده اللي كان عندي، علشان يعني إيه، هو ده هيليق عندي على حاجة هاحطها معاه. طبعًا هو المفروض يتحط معاه الريش الأبيض أو تكمّلي استراس، فأنا مش ما حبيتش بالاستراس لإن مش هيبقى مضبوط، فهو محتاج ريش أبيض مش الريش الإيه، الدرجة يعني الكاكاوي بقى تقريبًا يا زهراء كده أو درجة من درجات البيج. فأنا بدأت إن أنا أحطها لإن هي ديّة متاحة عندي وأنا محتاجاها بصراحة، ولكن هي كانت محتاجة اللون الأبيض هيكون شكلها أظرف وأحلى بكتير جدًا، جدًا. تمام، بس هو الريش عليها مدّيها منظر ظريف برضه شكلها حلو، يعني مش سيئة أوي يعني تمام.
بعد كده بقى أنا خلّصت الكاسة، ده الكائن الرئيسي بتاعي، عايزة أسيبها كده براحتي، هاكمّلها أنا بقى الشكل بتاع الCD. الCD دي على فكرة 2 أنا دامجاهم مع بعض مش واحدة بس، يعني دامجة 2 وِش وضهر. بعد كده هاجيب الاستراس وهابدأ أثبّتها زي ما هتشوفوا كده تمام. يعني طبعًا الصراص بيحتاج إيه، قصّة معيّنة كده بحيث تطلع مضبوطة شوية. بعد كده هاجيب معايا حلية، الحلية دي بتتجاب من محلات مستلزمات البويات والحدايد وكده، بيبقى موجود منها الحاجات دي. الحاجات دي اللي بتبقى الحليات بتاعة الدواليب والكومودينو والحاجات اللي زي ديّة. طبعًا جِبت الدرجة الفاضية عشان تليق معايا تكون شكلها ظريف خالص، وبدأت إن أنا أحطها. هي مش محتاجة مسامير، بيبقى ييجي معاها مسمار كده طويل بحيث تتثبت كويس، ولكن هي خفيفة أصلًا متثبتة كويس جدًا. فكرة سهلة وبسيطة طبعًا عايزة ليها لايك وتشيّروها بقى، ويالّا طبعًا الفكرة اللي بعدها هتعجبكم إن شاء الله.